السلام عليكم ورحمة الله. هتكلم إن شاء الله معاكم النهاردة عن مسألة تورم القدم. إيه هي أسباب تورم القدم وليه القدم بتتورم، وإيه هي الحاجة المصاحبة لتورم القدم ده وتأثيرها وخطرها ولا لأ على صحة الجسم، وإيه هي طرق العلاج. في البداية يعني إيه تورم؟ تورم معناه إن العضو ده أخد حيز أكبر من حجمه، زاد في الحجم، ده معنى كلمة التورم. طيب تورم القدم ده بيجي نتيجة ايه؟ في أكتر من سبب طبعا. في ناس بتحتاج إن هي تقف فترة طويلة، فده بيأثر طبعا على القدم ويعمل التهاب، انت بتكلفها بجهد فوق طاقتها، فشيء طبعا إن هي تتورم أو تتمدد أو يحصل فيها التهاب. طيب في ايه تاني؟ في زيادة الوزن، انت ممكن تكون فعلا ما بتقفش فترات طويلة بس الوزن كبير، لو وقفت 5 دقايق الرجل تتعب نظرا إن في سمنة وفي دهون كتير في الجسم. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن النظام الغذائي، لو انت بتحب الملح كتير والاملاح كتير وفي موسم المانجا فتح الموضوع على البحر ده يعمل املاح في القدم، والاملاح دوت تسبب الم وممكن كمان سخونة في القدم وممكن كمان التورم. طب ايه كمان؟ الحمل عند السيدات. الحمل، طب ليه الحمل عند السيدات؟ لان هي شايلة وزن تاني غير وزنها، فدوت بيعمل ضغط وتورم في القدم. طب ايه الاسباب التانية كمان؟ في ممكن الناس اللي بتلبس شرابات ضيقة وخصوصا الاستيك بتاعها بيبقى ضيق فبيعمل احتباس جامد في القدم، فالموضوع تدفق الدم بيبقى ضعيف شوية، او ان احنا نلبس شوز او جزمة او الكوتش يكون ضيق على الرجل، ده يعمل برضو التهابات وممكن يسبب تورم القدم. طب في ايه كمان؟ مرض السكر. طب السكر تايب 1 ولا تايب 2؟ النوع الاول او التاني؟ النوعين. والسكر يسبب تورم القدم؟ في مرض اصلا اسمه القدم السكري. القدم السكري ده ناتج عن مرض السكر. طب ليه؟ لان السكر من الحاجات اللي بتعمل ضعف شوية في الدورة الدموية، وتأثيره بيكون على الجسم كله مش على القدم بس، يعني بيأثر على العين والشبكية، بيأثر على البروستاتا عند بعض الناس وحاجات كتير. طب ايه كمان ممكن يأثر؟ مرض النقرس. ايه مرض النقرس؟ مرض النقرس ده الناس اللي بتفرط في اكل اللحوم والدواجن، يعني بصفة عامة لحوم ودواجن كتير، ده بيزود اليوريك اسيد. اليوريك اسيد لو مرض النقرس ده يأثر على القدم، ممكن يخليها تتورم، ممكن يحصل فيها وجع كمان. وبالنسبة للأملاح ممكن يحصل سخونة في القدم، يعني يقولك حاسس إن رجلي سخنة، أنا جسمي مش كده بس رجلي سخنة. رجلي سخنة ده بيبقى في الغالب نسبة الأملاح عالية. طب إيه الحاجات التانية اللي ممكن تسبب التورم في القدم؟ الكسور، خصوصا لعيبة كرة القدم والخبطات والحاجات اللي بتبقى الخبطات اللي بتبقى جامدة في العنق الرجل والتواء الكعب وتمزق الأوتار والأربطة، الحاجات دي كلها تسبب تورم في القدم. طيب احنا دلوقتي عاوزين نعرف نقطة مهمة أوي، إن القدم دي أبعد حتة عن القلب. طب اشمعنى بنقول عن القلب؟ ما نقولش ليه بعيد عن الكبد بعيد عن الكلى؟ لأن القلب هو ده المضخة، ده اللي بيضخ الدم للجسم كله، فأبعد نقطة عنه عن القلب هي دي النقطة اللي بتاخد أو المكان اللي بياخد أقل نسبة دم. فهي دي المشكلة. تقولي لا طب ما هو في جاذبية والرجل دايما تحت، هيبقى فيها دم، لكن ضخ الدم الجديد اللي يعمل ريفرش ده اللي أنا بتكلم عنه، مش مسألة وجود الدم. طب ما الدم ممكن يبقى موجود في صورة جلطة ويبقى عامل مشكلة، الدم موجود بس راكد واسود، يوم ما نعمل حجامة بنلاقي الدم طالع اسود، ده المنطقة ما بيوصلهاش دم بكفاءة خالص لما بيطلع دم اسود. في بعض الأماكن بتلاقي الدم ممكن كمان طالع لك زي مرمل كده، ودي بتبقى مشكلة وكسور في الدورة الدموية. يعني ممكن من ضمن الأسباب يبقى في كسور في الدورة الدموية للقلب، أنت عاوز تقول كده بالظبط، بس مش شرط كسور في الدورة الدموية بس أو وجود جلطة بس، سواء في الرجل أو في القلب أو في الوريد. لا، هي المسألة كمان ممكن مسألة توافد الدم ما يكونش بكثرة للمكان دوت. عشان كده في حاجة ضمن العلاج إن احنا نرفع القدم لفوق شوية. ليه؟ عشان يوصل لها الدم، نخليها في مستوى القلب قدر الإمكان. في ناس كتير لما تقعد تقولك أنا بمد رجلي ما بخليهاش حاططها تحت، ليه؟ عشان الدم يوصل لها بكفاءة، الدم يوصل بكفاءة.
طيب هو في قلنا الكسور الوليدي والجلطات ممكن ان هي تأثر. في ايه تاني ممكن تأثر؟ في امراض الكلى. لو الكلى مش بتصرف كويس، الدم بيتجمع تحت، او السوائل بتتجمع تحت اللي المفروض الكلى تصرفها وتبعتها للحالبين، والحالبين للمثانة الى خارج الجسم. طيب هو ليه التورم دايما بيبقى في القدم؟ وممكن كمان الساق لو اتورمت على فكرة ممتلئة مية، بعد كده هو بيبتدي تمتلئ ايه اللي هي منطقة السمانة بتاعت الساق من تحت كده بالتدريج. عارفين زي ايه؟ يعني مثل بسيط شوية، زي انت كده بتجيب كوباية الشاي وتقلبها، وانت بتقلب الطفل موجود في كل حتة. لما بتوقف التقليب والدنيا تستقر بتلاقي الطفل كله نزل تحتها. نفس الشيء او قريبة شوية من المثل دوت. طب احنا دلوقتي عشان نعالج الموضوع دوت بحسب طبعا المشكلة اللي موجودة عندنا. يعني احنا عندنا مثلا السكر، لا هناخد الانسولين، هناخد الكولوفاج، ونحافظ على نسبة السكر بتاعتنا، ما ناكلش السكريات كتير، لان السكر بيغير تركيبة الدم، بيخلي فيه لزوج الدم عالية. برضو الناس اللي عندها السمنة والدهون والكوليسترول والدهون الثلاثية والدهون الضارة والحاجات دي كتير، برضو الدورة الدموية بتبقى ضعيفة، والموضوع بيعمل إجهاد للقلب. طيب لو في كسور، لا الكسور ده الوضع مختلف، ده بقى لازم ياخد كالسيوم، ولازم لو في حاجة مثلا كسر كبير لازم تتحط في كبيرة وما إلى ذلك، بحسب طبعا ما بيظهر في الأشعة وفي مشط الرجل ولا لأ، وعنده هشاشة عظام ولا، وياخد كالسيوم، وياريت يتعرض للشمس وما يقفش عليها كتير، وخصوصا لو وزنه زايد أو فيه سمنة. طيب في إيه كمان؟ في الأدوية، الناس اللي بتاخد أدوية كتير، اللي هو عذرا يعني بتسف أدوية. الأدوية الكتير ممكن تأثر على الكلى وتضعفها، وبالتالي أدائها يبقى ضعيف والسوائل تتراكم في الرجل. يعني مش شرط الأدوية بس، لأ ده هي الأدوية وتأثيرها كمان على الكلى. وفي أدوية ممكن تعمل احتشاء القدم، أو إن المية تتجمع في القدم ذات نفسها. طيب في إيه كمان؟ مرضى الغدة الدرقية. طب ليه مرضى الغدة الدرقية؟ لأن في ناس عندها الغدة الدرقية فيها خمول، فبيحتاجوا إن هم ياخدوا ملح اليود، زي ما قلنا في الحلقة بتاعت الغدة الدرقية، بيحتاجوا إن هم ياخدوا ملح اليود. فالملح الزايد أو الأملاح الزايدة، بالإضافة طبعا لأكل الموالح، الحاجات اللي فيها ملح كتير وخصوصا المانجا، بتزود الأملاح في القدم وتعمل المشكلة ديت، وتعمل سخونة كمان في القدم. مرضى الغدة الدرقية برضو يخلوا بالهم من النقطة ديت جامد. طيب احنا ايه كمان ممكن نعمله؟ ممكن يخفف الموضوع شوية ويخفف الالتهابات شوية ويجري الدورة الدموية. تحط رجلينا في مية دافية. طب نحطها في مية سخنة عشان تجيب نتيجة عالية؟ لا، لأن ده خطأ كبير جدا وممكن تؤدي لبتر القدم. إن في ناس ما بيبقاش عندها إحساس في القدم، خصوصا مرضى السكري أو الناس اللي بتاخد أدوية كتير، بيتأثر على الأعصاب. بالإضافة لأن موضوع علاج القدم والمشاكل اللي بتحصل منه بيبقى فيها إهمال فترات طويلة، فمبيبقاش عنده أصلا إحساس برجله. فما يحطش رجله في مية سخنة، لأن الجلد ممكن يتفتت وينهار، كأنك سوري بتسلق لحم. هو فاكر كده إن هو بيجيب نتيجة سريعة ونتيجة كويسة، ما أنا أقدر أستحملها. لا، أنت مش حاسس أصلا برجلك، فلازم تقيم بإيدك الأول المية، تحط ايدك في الميه تلاقي ايدك قدرت تستحملها، تحط بعد كده رجلك. ده خصوصا لو مفيش عندك احساس في القدم او في الصوابع. في ناس يقول لك لا الصوابع مفيش، وفي بعض الحالات الدرجه ديت بيبقى الاعصاب ماتت في الصوابع، محتاج نعمل بتر للصباع ذات نفسه. فهي ديت نخلي بالنا من النقطه ديت، يبقى في ميه دافيه ونكتر عدد المرات، مفيش مشكله. طب ايه تاني؟ الحركه. كل ما هنتحرك كل ما الدورة الدموية هتنشط، وكل ما الجسم القلب هيضخ وهيوصل الدم للقدم ويجدد الدم اللي فيها ويسحب السوائل، والكلى هتنقيها. بس هي السوائل لو في القدم وما بتوصلش الكلى هتنقيها ازاي؟ لازم في حركة دورة دموية، لازم الدورة الدموية تبقى شغالة، فلازم في حبة حركة. طب ما بنقدرش نتحرك بصعوبة، ممكن في الحالة دي ناخد مسكن بس حاجات بسيطة عشان نقدر ان احنا نتحرك ونحرق. طيب في ايه كمان؟ ان احنا نشرب ميه كتير. شرب الميه كتير بينقي الجسم لحد اما البول بتاعك تلاقيه ابيض زي الميه اللي انت بتشربها. بس طبعا ما يكونش مثلا فترات شغل او ما الى ذلك ونعمل احتباس في المثانه ونلهب المثانه ونعمل مشكله. كل حاجه نظبطها بقدرها. طيب في ايه تاني؟ ممكن احنا نزود الحاجات في الاكل اللي فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم.
البوتاسيوم والمغنيسيوم مفيد في الحالات ديت؟ طبعا. طب البوتاسيوم موجود في ايه والمغنيسيوم موجود في الموز وموجود في السبانخ. الاتنين دول حاجة طبيعية، لو انت مش عاوز تاخد أدوية نركز على دول. طيب في حاجة تاني ممكن نعملها عشان مسألة تورم القدم؟ المساج. المساج حاجة من الحاجات الكويسة جدا. طيب الحجامة هتقدر تفيدني في حاجة زي كده اهوت؟ أقول لك الحجامة علاج سحري برضو في النقطة دي. طب ليه؟ أنا مش محتاج أعمل مجهود، ومش محتاج أعمل مساج، ومش محتاج أحط رجليا في مية سخنة، لأن الحجامة على القدم اتعملت بطريقة صحيحة. هتطلع الدم وهتلاقيه لازج جدا أو بيوصل لدرجة السواد، خصوصا مع حالات الإهمال لفترة طويلة. هتطلع السوائل المخزونة في القدم. لو في احتشاء برضو طالع على الساق وعلى السمانة هتلاقيه برضو هينزل وهيطلع مع الحجامة. بس طبعا لو الموضوع ليه هيستوري كبير، وفي مرض سكر بقاله سنين، وفي يوريك اسيد ونقرس، وفي زيادة وزن، وفي دهون وكوليسترول، وفي مشاكل في القلب واجهاد على عضلة القلب ومركبين دعامات، لا، الموضوع هياخد اكتر من جلسة. طب ممكن مع الحجامة نعمل التدليك والمية السخنة والمساج والكلام ده كله؟ ينفع عادي، مفيش مشكلة. وبرضه لو في عندكم أي سؤال أو أي استفسار سيبولنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، ومتنسوش الاشتراك في الصفحة والقناة على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.